ليلى أحمد، رئاسة مشتركة لمجلس مقاطعة كوباني. أننا نرى اليوم الآلاف من المواطنين من مقاطعة الفرات ينضمون إلى مسيرة تنديدية لما يجري في مناطق الدفاع المشروع من الهجمات التركية على تلك المناطق والمؤامرة الحاصلة ضد الأكراد في مناطق الدفاع المشروع. وما يحصل في باشور كردستان من خيانة عائلة البرازاني ووقوفهم إلى جانب الاحتلال التركي وهجمات الكرد. أننا دائما هنا في مناطق شمال وشرق سوريا أيضا نتعرض لهذه الهجمات، فإنهم يستهدفون المواطنين الآمنين وكذلك يستهدفون المناطق الخدمية. فلذلك فإننا نطالب جميع الأكراد في جميع المناطق، ونطالب جميع الأحزاب برأس الصفوف والخروج في مسيرات تنديدية لما يجري ومن هذه الخيانة الحاصلة من قبل عائلة البرزاني. الهدف من هذه الهجمات هي تحقيق الحلم العثماني في العودة وحكم هذه المناطق مرة ثانية كما حصل في الماضي، وحكمهم لهذه المناطق 400 عام، فإنهم يودون العودة وحكم هذه المناطق مرة ثانية. ولكننا هنا في مناطق هنا في شمال وشرق سوريا فإننا نستنكر هذا الشيء، ونطالب المجتمعات الدولية الوقوف إلى جانب الأكراد في هذه المنطقة لمنع المشروع الملي من تنفيذه. نافي من دنيا محمد إرشي هانا كل سر جاني آزاد تانا كرن نتني سر جاين آزاد لچه باكور رجالات سوري چه سبيل چه گريلا چه عسكري إرشي طياري بمروف كب سروان داد با دافيجن امجي كمال باتي شهيدان كقال كورد چه عرب چه ترك چه سريان امجي آمدنا جبا إرشان را گريلا زاروك امانه حتى ني كو جريلا هبه ام جهانا كو جريلا تنبه ام تنانا جبر حريا كلجاكي آزاد كو جوانن برخواددن دگانا است شهادته ام الفداره ام جي ام دكارن ام تشار عند بيت چل مش بيت چ او به ام پشتا زاروك خانه پشتا جريلانا پشتاني چه سیویل جید به تدید سر جنبر السیویل انجی خزن دایی که بود چه مالبات خوا و ایرش ویجی کرم او جی گریلا بو او تانه دستداری خال جهوال جن دکه هوال جن کد کرد بر خدانه دکه دجمن ایرشی سروه دکه جبر جانه کو جن لبه بر آپویل به فلسفه ویا لبه ویا